مساء الفل عليكم. استاذ احمد موسى، انا شفت له فيديو ومش عارفه ايه حكايه استاذ احمد موسى معايا. بس حقيقي هو بيقول كلام يستحق التعقيب عليه، وعشان كده قررت اعقب على الفيديو اللي هو حاطه ده. انا ما رضيتش احط لكم الفيديو كامل، حطيت كام ثانيه بس صغيرين كده حفاظا على اعصابكم، يعني مش عايزه الناس تتشل. اتفرجوا معايا على الحته الصغيره دي. بنمشي في الضلمه، كنا بنذاكر على لمبه. انا ذاكرت على ده، لمبه جاز كنت طيب، بذاكر عليها. استاذ احمد موسى بيقول البلد. الناس كانت بتاكل زمان لحمه مره واحده في الاسبوع، وما كانش فيه كهرباء وما كانش فيه سكر، وايه يعني لما نتحمل بعض شويه. طيب، السؤال، حضرتك متحمل؟ يعني حضرتك دلوقتي متحمل زي الناس اللي انت بتطلب منها تتحمل؟ يعني حضرتك ما بتقبضش ملايين في السنه، والله اعلم تكون بتقبضها بالدولار. حضرتك دلوقتي مش قاعد في التكييف؟ بيتك شكله ايه؟ عيشتك شكلها ازاي؟ ليه بتطلب من الناس تتحمل حاجه انت نفسك مش متحملها؟ يعني بتطلب من الناس هي اللي تتحمل وحضرتك قاعد ومستريح، ولا انت قاعد مستريح عشان تطلع تقول الكلام اللي حضرتك بتقوله لنا ده؟ وبعدين الناس تتحمل ايه؟ تتحمل يعني هي الازمه والمشكله في الفتره دي بس؟ يعني هي كل المشاكل هتتحل لو عدينا الفتره دي بس؟ ولا الناس متحمله من زمان، من بدري قوي؟ ولا كل مصيبه تحصل في اي بلد بيقطعوا كهرباء في مصر؟ لازم نخفف احمال. طيب، الناس قامت بثوره عشان تتقدم وتطلع للاحسن، مش عشان ترجع لورا. يعني كانت ثوره وغلاء اسعار، وبعد كده كورونا، وبعدين غلاء اسعار وبطاله. الناس هتتحمل ايه وتسيب ايه؟ يعني انت حضرتك بتتكلم على الفتره دي؟ لا، اتكلم من زمان. الناس متحمله من زمان، غلاء اسعار من زمان، الناس مش لاقيه تاكل من زمان، اللي مش لاقي يتجوز واللي مش لاقي يشتغل، صحه، تعليم، ده من زمان. وبعدين عايز ترجع زمان؟ رجع كل حاجه كانت زمان. رجع ناس زمان، مباني زمان، شياكه زمان، رقي زمان، رجع اسعار زمان، رجع كل حاجه كانت زمان. افضل حاجه كانت زمان ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه تلفزيون ولا برامج. حضرتك عارف ليه طبعا، عشان ما نسمعش كلام مش عايزين نسمعه. فلو عايز ترجع زمان، رجع كل حاجه كانت زمان. رجع لما كان العامل الاجنبي بيشتغل عندنا في مصر. رجع التعليم النظيف، ارقى المدارس. رجع كل حاجه كانت زمان. ما ترجعليش حاجه وتسيب حاجات، ما ترجعليش حاجه وتسيب حاجات. عايزين التعليم بتاع زمان، عايزين ناس زمان، عايزين رقي زمان، ويا ريت كمان ما يبقاش في تلفزيون خالص زي زمان. انا هقول لك كلمه واحده يا استاذ احمد موسى، نحن نعيش في زمن المسخ. على راي عادل امام، نحن نعيش في زمن المسخ.